صباح الخير من بريسبن. اهلا وسهلا بيكم جميعا. يا رب تكون ايامكم حلوه وجميله. في حد اونلاين ولا مفيش حد؟ صباح الخير. طيب، هنبتدي نتكلم على موضوع الدراسه في استراليا. هو اغلب الناس اللي عايزه تدرس مش عايزه تيجي عشان الدراسه نفسها وعشان خاطر الكليات نفسها، رغم ان الكليات في استراليا او الجامعات في استراليا تعتبر من اعلى الجامعات على مستوى العالم، يعني من ترتيباتهم الاحسن 100 جامعه والاحسن 50 جامعه والكلام من دوت. بس انا عارف ان اغلب الناس مش الهدف دوت. الهدف انك انت تيجي استراليا وبعد كده تبتدي تظبط نفسك، انك انت تبتدي تكمل اقامه، وانك انت تبتدي تعيش حياتك هنا في استراليا بعد كده والكلام من دوت. الجزء اللي بيبقى تعبك جدا في فترة الدراسة اللي هو تحديد 20 ساعة بس شغل. فانت لو حسبت 20 ساعة شغل جنب المصاريفي هيبقى الموضوع صعب. هو انت ما بتفكرش في ال 20 ساعة شغل على المينيمم اللي هو ال 20 دولار، و20 ساعة في الاسبوع ف 20 دولار يعملوا معاك 400 دولار. انت ما بتحسبهاش كده، ده اقل حاجة. بس انت كمان لازم تفكر انك انت ممكن تعمل حاجات تانية تزود لك دخلك وتبتدي تعمل لك فلوس اكتر من اللي هو المينيمم او الحد الادنى. اللي هو مثلا تعمل ايه هنا؟ اي شغل بتشتغله بيبقى ليه ساعات عمل. اي فلوس اي عدد بعد ساعات العمل، يعني مثلا لو ساعات العمل لغايه 5 أو 6 أو 7، بعد تقريبا الساعه 6 أو 7 بالليل بيبتدي يعدلك المره بنص. يعني لو انت ب20 تقبض 30. لو الويك اندز اللي هم السبت والحد اللي هو في البارات والمطاعم وكل الكلام من دوت بتوصل لمرة وثلاث ارباع، يعني مرة 75. يعني تقريبا ممكن توصل حوالي 35 دولار في الساعة. حاجات زي السكيورتي، حاجات زي المطاعم، المستشفيات، كل الكلام من دوت، حتى ممكن التنظيف وكل الكلام من دوت. دي يبقى انت دي هدفك في هدفك في الشغلانات اللي هي بيبقى فيها الويك اند وتشتغل بالليل وكلام من دوت عشان تقدر تعمل فلوس وعشان تقدر تروح جامعتك. ان الحضور هيبقى مهم جدا، انك انت لازم تحضر في الجامعه بتاعتك عشان خاطر ما تلغيش الفيزا بتاعتك. دي حاجه مهمه جدا تاخد بالك منها. يبقى انت عندك الناحيتين، ناحيه ان فلوسها اكتر، ثانيا هيبقى تقدر تظبط معاها مواعيد الجامعه بتاعتك. انا لما جيت هنا كنت بدرس، كنت بشتغل شغلانه هي ممكن تكون ناس كتير ما بتشتغلهاش. كانت شغلانه غريبه شويه، ان انا ببيع كورسات مدعمه من الحكومه او كورسات مجانيه من الحكومه. طب بتتباع ازاي وهي كورسات مجانيه؟ هي الفكره كلها انك انت الدوله بتدي للناس قروض هنا عشان تتعلم. فانا بروح اقنعك انك انت كمواطن استرالي او على الاقل معاك اقامه دايما، انك انت تيجي تدرس الكورس دوت اللي انا ببيعه لك. انت مش محتاج تدفع منه حاجه، انت محتاج تمضي لي ورق انك انت موافق انك انت تاخد القرض دوت، واحنا بنساعدك فيه ونشيلك فيه. انا كنت باخد 150 دولار على كل امضاء او كل قرار من دوت. ال 150 دولار دول مبلغ مش بطال. كنت ممكن اقدر اعمل مثلا تقدر تقول واحد او اتنين في اليوم حسب تسهيل ربنا يعني. واسمي شغال 4 ساعات، لان انا كنت ببتدي من الساعه 12 الظهر بخلص الساعه 4. ف 4 ساعات شغل 5 ايام ادي 20 ساعه بتوعك. بس كنت ممكن تعمل لك ايه في الاسبوع الواحد؟ تعمل لك 600 700 دولار اللي هم مبلغ كويس. الحاجه المهمه الثانيه اللي انت ممكن تعملها كمان انك انت تبتدي تسكن في مع حد. ما تاخدش شقه لوحدك، طبعا استحاله تاخد شقه لوحدك. مش هيكون فيها خصوصيه انك انت بتبقى ليك هي اوضه نوم بس، ما لكش اي حاجه تاني. لا مش هينفع سرير وكلام من دوت عشان خاطر هنا بيكون كل حاجه محسوبه وبالعدد. بس ممكن تاخد لك اوضه نوم تاخدها بعيده شويه عن وسط البلد. فهيبقى الموضوع بالنسبه لك هيبقى مواصلات او عربيه، بتجيب عربيه تعبانه يعني مثلا، يعني بتساعدك شويه في الكلام دوت كله.
آه بعد ما تاخد الشقه الشركه ديت، في حاجات ممكن تلاقيها ب100 وشويه دولار، يعني $150 تقريبا، حاجه زي كده في الاسبوع. ادي بتتكلم في حدود $600 في الاسبوع. $600 دول هم اللي بيكونوا بيساعدوك انك انت تقدر تخفض شويه من مصاريفك شويه. فاحنا لو قلنا مثلا هنتكلم في 25 او $30 في الساعه، قلنا 25، نقول $25 في 20 ساعه، بتتكلم في ربع كام؟ $500 في الاسبوع. في الشهر ب $2000. هنتكلم في السكن، قلنا دي $600، يبقى معاك $1400. كهرباء وميه وغاز والكلام ده كله، يعني المصاريف اللي هي العاديه دي. يعني في كل بيت ممكن تتكلم ان انت ممكن تدفع لك حوالي $100 لكل بند من البنود دي في الشهر. بس انت ممكن يكون معاك شخص تاني او شخصين تانيين، فهنتكلم انك انت بتدفع حوالي $150 او $200 تاني زياده عن الموضوع دوت ككهرباء وكلام من دوت. فدي كده بيتبقى معاك $1200 تانيين لسه. ادي بالنسبه للاكل والشرب. في ناس انت حسب مزاجك، يعني انت ممكن تصرف $50 في الاسبوع، ممكن تصرف $20 في الاسبوع، وممكن تصرف $200 في الاسبوع. بالنسبه للاكل والشرب، الاكل والشرب دي بتفرق من واحد لواحد، بمزاج كل واحد لواحد. بس انا يعني لما جيت هنا كنت بحاول امسك على نفسي شويه، ان كان الموضوع بيبقى معايا محتاج ادفع مصاريف الجامعه وكلام من دوت. فكنت بعمل ايه؟ فطاري هو بيض وعيش، وبحط مع البيض شويه ملح او فلفل اسمر او اي حاجه من الحاجات دي. الغدا بتاعي كان بيبقى لا الا علبه تونه كانت بتتجاب $1، فيها حاجات مختلفه، يعني باطعام مختلفه، مثلا بالطماطم، بالخل والليمون، ولا مش بالليمون والفلفل الاسمر والحاجات دي. كانت دي بتعمل فيها تنوع شويه. كمان ممكن تلاقي المكرونات تبقى اسعارها رخيصه، يعني شويه. ممكن تلاقي علبه كيس المكرونه $1، ده هيكفيك مثلا 4-5 مرات على حسب انت بتعمل ايه. وعلبه الصلصه تقريبا برضه $1. فبتبتدي تظبط انت مع نفسك حاجات زي كده. ممكن يعني تقلل، تجيب اكل رخيص، تبعد عن الاكل الغالي. الجبن غاليه، الفاكهه والخضار تقريبا اسعارهم واحده. فبتحاول انت ايه تكتر من الخضار شويه، وشويه فاكهه برضو وكلام من دوت. اللحوم مش غاليه قوي هنا، ممكن تجيب فرخه ب$5 او 5 ل$10 حسب الوقت بتاعها. فبتقدر تظبط نفسك انت، يعني بتقدر تحسب حسبتك. انت بتبتدي تعمل زي الميزانيه بتاعتك وتمشي عليها. في جزء جدا مهم جدا من الميزانيه بتعمله العلاج. انك انت هنا انت مش مواطن استرالي ولا مقيم، فمالكش علاج مجاني. والعلاج هنا في استراليا، عايز اقول لك، لو انت معكش علاج مجاني او علاج على نفقه الدوله، يعني بتتعب بجد. يعني انت ممكن تدخل على دكتور يعمل لك جبس تدفع له مثلا $3000 ولا $4000، في كلام فارغ، يعني اللي هو اكتر من مرتبك الشهري اساسا في جبس. فالحل انك انت بتعمل تامين صحي، على ان في شركات كتير بتعمل تامين صحي، ممكن تدفع لك حوالي $200 أو $300 زياده في الكلام من دوت. النت مش غالي هنا قوي. ممكن تعمل لك $30 في الشهر او $40 في الشهر، يعني حسب مزاجك. $30 بيديك unlimited calls، اللي هو بتعمل مكالمات بغير حد ادنى لكل داخل استراليا، يعني سواء موبايلات، سواء خطوط ارضي، كل الكلام ده مجاني لاي شبكه. الكلام ده كله الفتره دي بيبقى ليك كمان بيسموها ايه، النت بتاخد حوالي 8 جيجا او حسب من 8 ل 12 جيجا، او في حاجات بتبقى اكتر، وفي حاجات بتعمل لك كمان المكالمات لمصر مجاني. كان في كذا نظام، يعني انت بتشوف النظام اللي يريحك، بس بتعمل لك حوالي $30-40 حسابك في الكلام من دوت. البتاع دوت هتبتدي بقى الفلوسك اللي انت بتحوشها واللي انت بتدوس عليها مع نفسك، هتبتدي تعمل ايه، تحوشهم عشان خاطر مصاريف الجامعه بتاعتك للسنه اللي بعديها. الموضوع مش صعب ومش سهل، بس عايز تتعمل فيه. في ناس بتعمل حاجه، بس انا ما انصحكش انك انت تعملها، بيشتغل كاش. انك انت لو مسكت تشتغل كاش بالسلامه.
بقيت انت ماشي بره البلد خالص يعني، انك انت خلاص انت جاي كده تشتغل مش جاي تعمل دراسة. فالفترة الحالية هي الدراسة مقفولة، بس أنا بقول لك اللي ممكن تعمله. الدراسة حاليا مقفولة عشان خاطر الكورونا. ممكن بعد الكورونا إن شاء الله الموضوع تتسهل شوية. الكورونا او الحدود هتفتح امتى؟ هو لغايه دلوقتي بيقول لك لغايه شهر 3 هنرد عليك وهنقول لكم الوضع ايه. فاحنا منتظرين لغايه شهر 3، وربنا يسهل وربنا يكرم الجميع والدنيا يفرجها علينا كلنا، ونقدر نلاقي يعني سكه حلوه للجميع ان شاء الله. ولو حد عنده اي سؤال او عنده اي حاجه، انا اغلب الوقت موجود على جروب اسمه بيت الاستقرار العربي. اي حد عنده اي حاجه، عايز اي حاجه، يتفضل يكلمني من هناك، واتشرف بيكم كلكم. ده جروب انا ادمن 3. فلو اي حد عايز اي حاجه ممكن يعملها، يكتب لي ان شاء الله رساله هناك، او يكتب السؤال بتاعه هناك على البوست، واحنا ان شاء الله هنرد عليه فيه. كلنا ان شاء الله عندنا عايشين في استراليا وكلنا في ولايات مختلفه، فهنقدر نساعدكم ونفيدكم كلكم جميعا ان شاء الله. واتشرفت بيكم جميعا، ولو اي حد محتاج اي حاجه ان شاء الله نقدر نساعده. وكريم يا رب ان شاء الله. فرصه سعيده. سلام.